ما كانش لي داق عندي هاد المملحه وما عجباتوش بزاف، ساهله وقراف بنينه. باش حضرتها في مقله، حطيت شويه تاع الزيت، حبه بصل كبيره قطعتها صغيره، زوج حبات تاع الطرشي نقليهم مليح، ومن بعد زدت عليهم الملح، فلفل الكحل، زوج فصوص تاع الثوم، طماطم مصبره وطماطم تاع الحب. نقليها تكتوكه مليح ونمرق بشويه تاع الماء ونخليها طيب في غردها. هنا رحت نحضر العجينه اللي فيها كاس تاع حليب، مغرفه كبيره خميره الخبز، ومغرفه كبيره تاع سكر. نخليهم يتخمروا، زدت لهم 4 مغارف تاع الزيت وفارينه ومغرفه صغيره تاع الملح. نبدا نطم في العجينه، ومن بعد نزيد لها مغرفه صغيره تاع زبده ولا مارغرين، وندلكها غير شويه برك، نغلفها ونخليها حتى تخمر. هنايا بعد ما خمرت راح نشكلها كريات صغار، ومن بعد نشد بالوحده نحلها وندير لها هذاك الحشو بعد ما يكون برد. ومن بعد جبت هاد الفخوماج جونيور تاع موندور. هاد الفخوماج هو جبن حقيقي ماشي تحضيره جبنيه، راح يعطيكم بنه هايله للمملحه تاعكم. نسيي كيفاش ندي كميه كبيره باش تجيني بنينه. وهنا تحبوا تزيدوا الطون تقدروا تزيدوا. نغلق على هاد العجينه، ومن بعد نطيبها، تحبوا ديروها في طاجين ولا في مقله. انا طيبت النص في مقله، والنص الاخر درتو في هذاك الطاجين اللي يجيني مخطط. المملحه تاعي بعد ما وجدت كيما راكم تشوفوا، الشكل تاعها جا بزاف شباب وجات تقرف بنينه. جربوا هاد الوصفه، موحل حتندموا.